مشاهدينا، ونعود مجددا إلى الشيخ علي الحاتم أمير عشائر الدليم. شيخ علي، قبل ما أن نتحدث عن الشأن الاقتصادي، دعنا نتحدث أكثر عن الجبهة التي ذكرتها حضرتك قبل قليل. يعني الجبهة ستحارب الوجود الأمريكي وأيضا الوجود الإيراني في العراق والعملية السياسية بشكل عام. إصلاح العملية السياسية، ما هي الطرق التي ستتبعوها، وهل لديكم سقف زمني؟ يعني كيف سيتم ذلك ومتى ستطلق هذه الجبهة؟ أختي العزيزة، شوفي، احنا هذه الجبهة هي عبارة عن مواجع ومظلوميات الناس، يجب أن نجمعها كلها ونشكلها أو نحاول أن نحولها إلى مشروع وطني يخدم العراق. صار 9 سنوات كل اللي افتهمناه من العملية السياسية في العراق مع الأسف هي ضياع 40 مليار دولار يعلن عنه الأخ رئيس البرلمان العراقي، ومن ثم يزداد المبلغ إلى 47 مليار 74 مليار 74 مليار. أي ميزانية بالعالم الآن في الوطن العربي خلينا نشوفه 147 حتى من ضمن هالدول 127 مليار نعم. انصرفت على الكهرباء خلال 6 سنوات. اضيف والله ذني هيك فدوه، اتركوهن. سولفون الضايعات مو صرفوهن، الضايعات اللي ما حد يعرف مصيرهن. نعم. اللي باقوها السياسيين، هذول السياسيين الجونه، هذول مباقن. طيب اريد اسال بالله، هذه كم صبر احنا نريد نصبر؟ هل هي مذله؟ هل هم جو حررونا من صدام حسين بذراعهم؟ ما انتم تعرفون كل زين الجانه، اللي كان يرقع قيوات، واللي كان يشتغل قصاب، واللي كان يظلم سبح، واللي لملوم. عرفتم؟ هم تقبلنا وقلنا ما يخالف، بلك الله العمليه السياسيه في العراق يعني توصلنا الى نتيجه، ولكن مع الاسف انها وصلتنا الى خيبه امل، ضياع البلد. تعالوا تفضلوا شوفوا العراق، تعالوا شوفوا، انا ادعوكم، خاف يطلعون السياسيين الرسميين وغير رسميين يتكلمون. تعالوا تفرجوا وشوفوا واقع العراق المزدهر الديمقراطي، بلد تايه، بلد مع الاسف حرفت به حتى معاني العروبه. يعني ملالي ايران يفترون هم كل واحد عمامته الكبرى بالمراقد الدينيه الشريفه. ليش عندما يعني مع الاسف والله نتكلم كلام. فانا شو اقول احنا نختصر هذه معاناه العراقيين كلها بكلمه واحده. لا اللي صعد، لا اللي قال انا شيعي قدر ينصف الشيعه، ولا قال انا سني نصف السنه، ولا الكراد. الان احنا نشكل هذه الجبهه اختي العزيزه، جبهه عربيه عراقيه مسلمه صرفه تجمع كل العراقيين. نريد نقابل او نوازن العمل السياسي والديمقراطيه الامريكيه في خانه، وما راح نعمله احنا في خانه. بالمناسبه نعم. نمتلك القدرات، نمتلك الكفاءات، نمتلك الناس الاخيار، نمتلك الطاقات، بل نمتلك حتى الاجنحه المسلحه كعشائر. احنا ما بحال كذب هذول السياسيين والحكومه العراقيه الان. طيب تطلع مصالحه وطنيه من جهه وتجتث لها 2000 3000 واحد من جهه. هل هناك وقت معين تطلع تقول مصالحه من جهه وتسرح ضباط من جهه؟ نعم شيخ، هل هناك وقت معين سيتم الإعلان عن هذه الجبهة؟ هل حددتم وقت؟ والله إن شاء الله قريبا إن شاء الله، مو بعيد، بعد ما صار اجتماع بالأسبوعين اللي مضى، والأسبوعي هذا أيضا اللي مضى مع بعض الإخوان والناس الخيرة اللي تريد فعلا تقف. أختي جبهة معارضة، نعارض العمل السياسي في العراق، نريد نهدم هذه العملية السياسية ونبنيها من جديد. يعني مو نطلع مثل إخواننا نشيل لافتات نطالب بإسقاط نظام. هو وين يكون نظام بالعراق حتى نسقطه؟ نريد نصلح النظام. هذا مو نظام بالعراق، هذه طائفية ومهزلة. لذلك احنا إذا ما صعدنا بالمرحلة الجاية، إذا ما صعدنا الناس الأشراف، حتى لو نص أشراف ما يخالف، خلي نص أشراف، نص مو أشراف مو إشكال، ولكن اللي نشوفه الآن 99% من الإخوان في العملية السياسية فاشلين وراعين أجندات خارجية. عرفتم؟ لذلك ما ظل بعد صبر. قلت لك اما ان نتقاتل معاهم مثل ما قتلنا القاعده وميليشيات ايران تصادمنا وياهم، اما نشكل جبهه يا اختي معارضه للسياسه في العراق. نعم. والجبهه هذه خلينا نشوف والله وزيره الخارجيه الامريكيه ايش راح تعلق، مثل ما خلوا ليبيا ورطوهم، لو مثل ما خلوا المصريين نصر الدين. طيب شيخ، دعنا نتحدث عن الشأن الاقتصادي. السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة العراقية يعني أثارت استغراب المختصين لكونها تصب في مصلحة إيران. كيف تفسرون هذه السياسة يعني من وجهة نظركم؟ والله أختي العزيزة أنا مو اقتصادي حتى أجاوبك بتفاصيل الاقتصاد، يعني ليس بتفاصيل الاقتصاد يا شيخ، ولكن كمواطن عراقي. أكون دقيق برد نعم. على لا على سؤالك. أنطيك المفهوم للاقتصاد أو التدخل الاقتصاد أو الطغي الاقتصاد
الايراني او السوق على السوق العراقي. قلت لك هي رد جميل وارضاء واسترضاء خواطر ملالي ايران العفنين، بهالطريقه اقول لك اياها. يعني مع الاسف ما يكون انه هذا عراقي. وبالمناسبه ترى عندنا بعض الوزراء ما زالوا شايلين جنسيتين، ايرانيه وعراقيه، بغض النظر عن الاوروبيه والانجليزيه والغيرها. هذا رد جميل. عندما تجي الان تستوردين البنزين والغاز والأطعمة والكهربائيات وكل إيران، والله بحجة إيش؟ الوطن العربي دار وجه عنا، ما أكيد يدير وجه عنا. ومع الأسف حتى على إخواننا العرب كل الخليج مع الأسف عليهم هم فتحوا سفارات بالعراق، المفروض ما يفتحون سفارات، هذه مهزلة. عرفتي؟ فأنا شو أقول العراق إذا ما أعادوا النظر به مجلس التعاون الخليجي والزعماء العرب وأمريكا والكل يرجعون يطلعون هذا المحتل العفن الإيراني من العراق ويعيدون تركيبة وهيكلية السياسة العراقية في العراق إذا فشل راح يقع ورانا العالم ترى والمنطقة كلها. لو الوضع الاقتصادي أختي ما عندنا شيء احنا الآن، كل شيء إيراني. أنا أحكي لك بكل أمانة، يعني كنا نظن إنه الصين عملاق بالنسبة للأسواق العالمية. لا عم إذا تشوفون العملاق الإيراني تعالوا العراق وتفرجوا. ما يا اختي العزيزه حتى هاي التراب اللي يصلون عليها قاموا يبيعون يشترون بها، يشيلوها من هنا يودوها لايران. يعني طيب مهزله. وانا اختصر لك اياها بين قوسين، حكومه يعني هنا حكومه ملالي مصغره لايران. شيخ علي، هناك من يتهم ايران بانها تمول القاعده وميليشيات شيعيه في العراق، ما مدى صحه هذه الاتهامات برايك؟ والله انا ذاك النهار تكلمت بهذا الموضوع وطلع مع الاسف اخ واحد سياسي اظن واشك يقول انا عراقي، لان ماكو عراقي يتكلم هيك كلام، يقول ما قضبنا ولا امريكا قام يدافع لايران. انا شو اقول بالنسبه للايرانيين نعم تمويلهم موجود، ما انقتل. وبالمناسبه وتعاطف بعض الاجهزه الامنيه مع ميليشيات ايران موجود، احنا شفناه بعيوننا. وايضا في 2007 2006 نهايه 2006 2007 عندما قامت عشائر الانبار بتصدي تنظيم القاعده اعتقلوا 2 من الايرانيين في محافظه الانبار. التمويل موجود، فاتحه مكاتب في كل مكان، والاسلحه اللي جاي نشوفها والتوجيهات. وبالمناسبه بعض القيادات بعضها الميدانيه اللي تابعه الاجهزه الامنيه تمتثل لاوامر ايران. انا بدي اسال سؤال، هو رئيس الحكومه والحكومه من قاعده تصفي السوالف على من؟ يعني تدخل ويقول لك ما نرفض. طيب روح اطلع حقل الفك اللي ياخذوه 20 جندي ظل كم شهر عندهم. الان القصف الموجود، احنا انتم كاعلاميين والعرب والعالم كله يسمع، يقدر يحكم على مستوى السياسيين والحكومه العراقيه في ظل ظروف وتدخل ايران. نعم ايران مولت احزاب، مولت ميليشيات، ومع الاسف احنا العراقيين تذابحنا بيناتنا بفلوس ايران وبأجندة إيران. نعم. وبرضا إيران. أنا ما أقول لك أبرئ الأمريكان وغير الأمريكان، بلاكة إيران أخطر علينا من أمريكا ب1000 مرة من شيخ علي. هناك مصادر نعم لدي مصادر مصادر أمريكية كشفت أن قوات القدس الإيرانية تقوم بتدريب قوات فيلق القدس تقوم بتدريب فرق اغتيال عراقية في إيران، ومن ثم تعود للعراق لتنفيذ هذه الاغتيالات. هل لهذا الحد أمن العراق مخترق؟ والله أختي والله مخترق. أنا أقول لك سالفة، يعني أنتم أنا ما عندي، شوف أنا مو سياسي، لا عندي كتلة بالبرلمان ولا أنا عندي كرسي في وزارة. نعم، لكن من وجهة نظرك الله وضميري، ولا أنا معارض ضد أحد، أنا ضد العملية السياسية بأكملها ما احترمها العملية السياسية في العراق، لأنها ما تشرفنا كعراقيين. ولكن الآن قبل كانوا يدخلون من سوريا تنظيم القاعدة يطبون مدربين بتمويل إيراني بمعسكرات سورية. الآن انقلبت الآية، تفضلوا اللي يصير شنو الآن؟ قاموا يطلعون من يمين يروحوا يقاتلون بسوريا مع النظام السوري. هذه كلها من يديرها؟ إيران. كيف موجودة الأدلة عندكم الأجهزة الأمنية العراقية الاستخباراتية، ولو هي مو بذيك المستوى ولكن جاي يلزمون، اعترافات موجوده، ومع الاسف الحكومه العراقيه ما جاي تطلع هاي الادله والبراهين على ايران. اي شيء يخص ايران تغبي التحقيقات او تسحب الملفات، اي شيء يخص سعوديه، اردن، سوريا، تركيا يطلعون اشياء فضيحه بالاعلام ويقول يطبل يزمر، ولكن اي ملف يخص ايران يتم سحبه وحرقه.
هذه السياسة الآن في العراق. نعم العراق مخترق من قبل إيران، وأي واحد يقول خلاف هذا، وخلي يطلع الأخ وزير الخارجية أيضا خلي يعلق على الكلام اللي قاله قبل فترة عندما يقول الشقيقة والشقيقة، عندما قام تدك المدفعية في شمال العراق أصبحت مو شقيقة، أصبحت هذا أمر خطر ويجب أن نرد عليه. هذول والله ما يعرفون سياسة، هذول يعرفون جو يبوقون تورطهم. إيران بتشت بيهم والأمريكان ورطوهم. فأنا أقول أختي العزيزة نعم مخترقين، واللي وصلنا لهذه الحالة عملاء إيران في العراق. الشكر الجزيل للشيخ علي الحاتم أمير عشائر أردليم. شكرا جزيلا الشيخ لمشاركتك وانضمامك معنا في العراق الآن.